بدل من 2 مليون ونص لكن لو خفضوا سعر البطوله من 2 مليون ونص، لو تم تخفيض سعر الكاس مصر هيبقى ساعتها العوائد على الانديه هتبقى مختلفه. خلينا برضه نروح لعضو مجلس الاداره الاستاذ مجدي المتناوي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عبد الرحمن. مساء الخير على حضرتك. معلش انا بس مش عارف مع حضرتك ضيوف ولا لا. لا انا مش قدام الشاشه. لا لسه حاليا مفيش ضيوف، لكن يعني بس استاذنك يا استاذ احمد. نعم استاذنك الصوت يعلى بس. على قد ما اقدر. حاضر. طيب قول لي حضرتك دلوقتي الوضع ايه بالنسبه لكاس مصر بالتحديد؟ يعني اولا كابتن حماده المصري يعني تراجع عن انسحابه من رئاسه اللجنه ولا هو طبعا لا هو ما انسحبش، هو كان بس تفاهم وتفاهم الامر، وموجود زي ما هو كابتن حماده هيرأس اللجنه باذن الله. تمام. دلوقتي هتخفضوا سعر البث الفضائي لكاس مصر؟ لا واحنا بس بنتلقى العروض، وباذن الله لسه لم نتصل لرقم. احنا كنا حاطين 2 مليون ونص لكل قناه، او قناه هتاخده ب 10 مليون حصري. اوكي. احنا لسه حاليا بنجمع العروض، وباذن الله هيتعرض في مجلس الاداره اللي جاي بعد الكابتن حماده ما يعمل اتصالاته كلها باذن الله، ومجلس الاداره ياخد قرار. هو كان في اجتماع امتى؟ اخر اجتماع امبارح تقريبا؟ أو بالنسبه لمجلس الاداره؟ بالنسبه لمجلس لا كان اخر اجتماع كان يوم 12. كان يوم 26. القادم يوم 26 ان شاء الله. تمام. حضرتك برضو من كعضو مجلس اداره مع الفكره انه الاعضاء اللي لجأوا للقضاء يتم شطبهم ويتم تحويلهم لجنه الانضباط، ولا شايف ان الامور تهدى افضل يعني؟ والله يا فندم هو في لائحه، يعني احنا كلنا بنشتغل من خلال لائحه. اللائحه بتقول ان احنا وممنوع اللجوء للمحاكم القضائيه الاداريه، وفي ذات الوقت ان في خطابات جت من الاتحاد الدولي منذ فتره كبيره من شهور بتطالب بتحويل اللي لجأوا الاعضاء اللي لجأوا لمحكمه القضاء الاداري الى لجنه. بس هو اللي لجأ للقضاء الاداري ده يعني في حاجه كرويه، معاك حق حضرتك، لكن اللي لجأ في قصه مثلا تزوير مش عارف انتخابات، تزوير تفويضات، ما انا بقول لحضرتك بس ما هو دي اللائحه برضه اللي انا بقولها لحضرتك. اللائحه عندنا واضحه صريحه، اللي عايز يلجأ في محكمه رياضيه. اللائحه بتقول كده اللجوء بس دي حاجه يعني عايز اقول مش عايز بس المصطلح يخض، بس دي حاجه جنائيه. التزوير ده حاجه جنائيه ملوش دعوه بالمحكمه الرياضيه. لا مش فيش علاقه تزوير ولا كلام. انت بتطعن في عمليه انتخابيه، بتطعن في العمليه الانتخابيه امام محكمه الرياضيه. فاذا حضرتك شايف انه يعني ان انتوا تطبقوا اللائحه على اللجأ للقضاء؟ والله احنا بنسعى من شهور، مش بنسعى من دلوقتي، لان احنا طبعا كلنا اسره واحده، وطبعا يعز علينا طبعا ان الاخوه الزملاء دول كلهم طبعا زمايل واخوات واصدقاء. فيعني نتحاول نوصل لصيغه تفاهم والامور تهدى يا ريت، يعني اول منادين بكده يعني. حكم يعني عندك معلومه او عندك تفاصيل هل هيتحل مجلس في شهر 6 ولا لا؟ لا ما اعتقدش ان المجلس هيتحل. ما تعتقدش؟ يعني انا ما اعتقدش ان المجلس هيتحل خالص يعني. اولا القضيه لسه شغاله، لم يودع تقرير بعد فيها، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان آلية تنفيذ الحكم دي مرفوضه من قبل الاتحاد الدولي، حتى لو في حاله صدور حكم الاتحاد الدولي هيرفض. هو الاتحاد الدولي يرفض، لكن لما الاتحاد الدولي يلاقي ان فيها حاجه غير كرويه مش هيرفض على فكره. يا فندم مش غير كرويه، انت في الاتحاد الدولي حدد لك مكان تلجأ ليه. طب يعني المحكمه الرياضيه ما بتنظر في ايه؟ ما في الحاجات دي. يعني المحكمه الرياضيه ما هي بتنظر. انا متخيل ان المحكمه الرياضيه ممكن يعني تبص مثلا في خلاف لعيب مع نادي مش عارف ايه. لا لكن قصه تفويضات ومختومه ولا لا ولا كده، دي مش قصه محكمه رياضيه. لا خلاص حضرتك ادرى مني عموما، وهي وجهتين نظر اللي انا بحاول ان انا اعرضهم بمنتهى الحياديه يعني. تمام. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. استاذ مجدي المتناوي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. برضه في ما يخص الانديه